انت بترشيني استغفر الله العظيم من كل ذنب. ده انت ما كفكش كمان البلوه اللي عملتيها، جايه تبصي على ايدي عشان تركبيني مصيبه وربنا يغضب عليا. طب قول انا عملت ايه؟ انا اللي عايز افهم، انت على فكره ربنا غضبان عليك من عمايلك السوداء اللي انت بتعمليها، من اللي حصل منك. في عروسه اول يوم تعمل العمله الطين دي؟ عملت ايه طيب؟ تسود الدنيا وتخرب البيوت كده. حاجه حصلت؟ طيب حاجه حصلت في الفرح امبارح؟ حاجه حصلت؟ انت يا بنت يا بتستعبطي، يا اما مجنونه، يا اما عندك استيريا في الاكسافوريا، عندك حاجه. انت خدتي تيفوت وانت صغيره؟ يا حمايه بالله عليك قول انا عملت ايه والله وهصلح الغلط لو انا غلطت، بس قول. يعني انا لو قلت هتصلح الغلط وما عدتش تعمليه؟ عمري لو انا عملت حاجه، بس قول يلا قول. اما يطلقك الاول بقول لك على الغلط، عشان انا كلامي ما استمعش، عشان مش عايز فضايح. وبعد ما يطلقني هتستفاد ايه؟ هترتاح كده اقول له بقى على الهبله والعبيطه والبلاوي اللي انت عملتيها. يعني انت مش عاوز تقول لي حاجه؟ لو قلت هيريحك. وهيريحك معايا. قول بقى. ينفع يا داليا ان احنا تعبنا وشقينا وكنا بنحبك وبنحترمك وفاكرينك حاجه كبيره قوي، وانك انت ليكي مكانه حلوه، عملنا لك مكانه جوه قلبنا، انا بالذات حطت لك مكانه كده وبنت لك قصر جوه قلبي، في لحظه الاقي الزلزال جه خد هد القصر ونزل القصر على اللي فيه والطربه بسببك. ايوه يعني انا اذيتك في حاجه؟ اذيتيني. لا لما عروسه يوم صباحيتها ابص الاقيها يوم الصباحيه قايمه الساعه 11 ولا 12 ونص، ده ينفع يا داليا؟